السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل النهاردة القراقيش السادة. هنعملها بطريقة سهلة وبمقادير مظبوطة جدا، مقرمشة من بره وخفيفة جدا وهشة من جوه، وكمان بتدوب في البق وانت بتاكليها. انا هعمل 3 كيلو من الدقيق، لكن هقولك برضو احنا شغالين على مقادير الكيلو. لو عايزة تعملي كيلو برضو هقولك على مقادير النص لو عايزة تعملي نص، وهقولك كل حاجة بالتفاصيل اللي تخليكي تعمليها وتطلع معاكي ناجحة جدا. حتى لو انتي اول مرة تعمليها هتبقى في منتهى الجمال معاكي، وهتبقى احلى واجمل من بتاعة الافران 100 مرة، وريحتها وطعمها جميل جدا. قبل ما نبدأ يا ريت تعملي لايك للفيديو، ولو مش مشتركة في القناة اتمنى تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ونسمي الله ونبدأ وصفتنا. هنبدأ دلوقتي بتجهيز الخميرة. انا معايا المعلقة المعيارية دي، بس حابة اقولك ان المعلقة هي المعيارية هي نفس المعلقة بتاعة الاكل الكبيرة، يعني تستعملي اي حاجة فيهم سواء المعلقة المعيارية او المعلقة الكبيرة بتاعة الاكل. كل كيلو من الدقيق بياخد معلقة كبيرة من الخميرة و100 جرام من السكر، يعني حوالي 100 جرام، يعني نص كوباية بالظبط من المج ده. بتحطي نص كوباية سكر او بتوزني 100 جرام حسب ما انت عايزة. يبقى كده ده عيار الكيلو لو هتعملي كيلو. لو هتعملي نص معلقة من الخميرة و50 جرام سكر بس، يعني ربع كوباية. انا عشان هعمل ال3 كيلو فهحط 3 معالق من الخميرة و150 جرام من السكر، يعني كوباية ونص سكر. وكده يبقى جهزت السكر والخميرة. هننزل عليهم بكوباية من المية الدافية، دافية بسيط مش سخنة قوي، وكوباية من اللبن برضو يبقى دافي. ونقلب الخميرة بالسكر واللبن والمية بتوعنا دول، نقلبهم تقليب كويس جدا. طبعا تقلبي كويس جدا وتدوبي السكر فيهم كويس علشان ما يبقاش فيه برضو سكر معاكي. ونسيبهم بقى على جنب كده يتفاعلوا مع بعض لحد ما نبدأ نجهز الدقيق بتاعنا. هنجيب بقى 3 كيلو من الدقيق او كيلو او نص حسب ما انت هتعملي. بتجيبيه وتنخليه كويس في الحاجة اللي هتعجني فيها عبل ما الخميرة بتاعتك تتفاعل. زي ما انت شايفة كده الخميرة بدأت تتفاعل معانا اهي، وانا كنت جهزت الدقيق بتاعي ونخلته، واحط عليه بس معلقة صغيرة من الملح. وهنبدأ نسمي الله ونعجن العجين بتاعنا. بس الاول عايزة برضه اقولك العيار، ان الكيلو الدقيق بيبقى 8 كوبايات، سواء بالكوباية المعيارية برضه الكبيرة دي او بمج الشاي، هي نفس العيار. بتاخدي الدقيق معاكي، بتملي الكوباية بالمعلقة كده لو انت ما عندكيش ميزان، وبتعايري 8 كوبايات بيدوكوا كيلو من الدقيق. انا برضو بوريكي سواء في الكوبايه المعياريه او في المج الشاي، هي نفس العيار. بتملي سواء مج او كوبايه معياريه بتملي 8 بس، ما تضغطيش عليهم بالمعلقه كده. تمام كده خلاص. بتجهزي بقى الدقيق بتاعك حسب الكميه اللي هتعمليها، وتحطي عليها معلقه صغيره من الملح. وبنبدأ بقى نسمي الله ونعجن عجيننا. برضو عيار السمنة بنفس الكوباية دي او دي زي ما قلتلك. بنحط على كل كيلو 400 جرام من السمنة والزيت. يعني انا هحط على ال3 كيلو كيلو 200 جرام. انت هتحطي على كل كيلو 400 جرام، يعني كوبايتين. انا بحط 3 كوبايات من السمنة و3 كوبايات من الزيت، يعني النص والنص. لو انت هتعملي كيلو من الدقيق بتحطي كوباية سمنة وكوباية زيت، يعني 200 جرام سمنة و200 جرام زيت. لو هتعملي نص كيلو بتحطي نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت. تمام كده. يبقى كده خلاص عرفنا معيار المادة الدهنية بتاعتنا. لازم النص سمنة والنص زيت عشان تطلع معاكي مقرمشة وناعمة في نفس الوقت. لو حطيت السمنة اكتر ممكن برضو، بس هتبقى تقلب قرص شوية وهتبقى تديكي شوية طريان، واحنا مش عايزينها طرية، احنا عايزينها ناعمة وفي نفس الوقت تبقى فيها قرمشة. خلاص كده تمام. حطينا المادة الدهنية وقلبناها كده. نبدأ بقى نبس الدقيق بالسمنة والزيت بتاعتنا. نبسها كويس جدا، تشربي الدقيق في قلب السمنة والزيت. تحاولي بقى تجيبي من تحت كده، ما تسيبيش اي دقيق مش ما عليهوش زيت خالص. تفضلي تبسيها كويس. النقطة دي والحركة دي بتخلي القراقيش تطلع معاكي ناعمة وفي منتهى الجمال. بتفضلي برضو تقلبي، ما تسيبيش اي دقيق خالص. انا معاكي خطوة بخطوة اهو علشان برضو تطلع معاكي القراقيش ناجحة. وابقى قلتلك كل التفاصيل. فانت بتقلبي الدقيق وتجيبيه من تحت كده وتفضلي تشربيه في السمنة لحد ما خلاص تحسي ان كل الدقيق اتشرب من السمنة والزيت،
وما بقاش فيه اي دقيق باين معاكي. وبرضو هتختبري الخطوة دي، بتمسكي كتلة كده من شوية يعني في كف ايديكي من الدقيق، وتضغطي عليه كده وتعمليه زي الكورة، وبعد كده بتفكيه بايدك، بيتفك معاكي بسهولة. بتعرفي ان كده خلاص الدقيق معاكي ناجح وتشرب كله من السمنة، وان شاء الله القراقيش تطلع معاكي ناجحة. وبعد كده هنبدأ بقى نحط السوائل بتاعتنا، اللي هي لبن او لبن على مية حسب ما الموجود عندك وحسب ما انت عايزة. ولو ما عندكيش لبن خالص برضو ممكن تستخدمي مية وهتطلع معاكي جميلة جدا. هنبدأ بقى نحط السوائل بتاعتنا. انا هحط دلوقتي الاول الخميرة. طبعا الخميرة عليها كوباية من اللبن وكوباية من المية، يعني كده كوبايتين من السوائل، عشان برضو نعرف هتاخد معانا سوائل قد ايه. ونقلب كده الخميرة بالمية واللبن بتاعنا. ونبدأ برضو نحط تاني، هنحط كوباية من اللبن اهم، وكمان كوباية. انا هحط 3 كوبايات من اللبن وابدأ اعجن. طبعا احنا ما بتلتيش ولا تعجني، انتي بس بتشربي اللبن بتاعك او السوائل اللي بتعجني بيها سواء لبن او مية، بتشربي العجين فيها كده زي ما انت شايفة، بتقلبيه وتجيبيه من تحت لفوق بالطريقة دي، وتفضلي تعجنيه. هو مش هيدي عرق معاكي، لان احنا حاطين المادة الدهنية مظبوطة. مادام انت حاطة السمنة والزيت مظبوطين، مش هيعمل معاكي عرق خالص، ما تخافيش. اعجني بسيط كده وشربيه. وطبعا لسه هيحتاج برضو سوائل معانا، فهنحط له وهنعرف برضو خد معانا سوائل قد ايه في الاخر، علشان برضو نبقى عارفين خطوة بخطوة. انا حطيت كمان كوباية مية وبرضو هعجنها كده. يبقى لحد دلوقتي واخدة معانا 3 كوبايات، وكوباية مية بقى 4، و2 مع الخميرة يبقى 6. برضو هي لسه هتحتاج، لان انا عاملة 3 كيلو طبعا، فانا هقولك برضو الكيلو هياخد سوائل قد ايه والنص كيلو هياخد سوائل قد ايه، واحنا شغالين كده وانا بعجن. وخلاص كده برضو انا عمالة اعجن، بس لسه برضو حاسة انها محتاجة، فانا بحط شوية بشوية كده. مش هحط بقى مرة واحدة دلوقتي علشان ما تطرش مننا قوي. طبعا احنا عايزينها عجينة ناعمة كده وطرية شوية، بس مش طرية قوي ولا ناشفة قوي في نفس الوقت. فبعد ما بتحطي الستة اللي انا حطيتهم في الاول، بحط بقى شوية بشوية كده لحد ما احس خلاص ان العجينة هتبقى كويسة معايا. تمام كده، فانا بحط شويه بشويه واعجن برضو، ما تخافيش زي ما قلتلك، مش هتدي عرق معاكي خالص. لكن هي هتطلع برضو في منتهى الجمال معاكي اهي زي ما انت شايفه. مش هتدي عرق. تمسكيها كده وتشديها تلاقيها بتتقطع معاكي، ما فيهاش عرق، لان احنا برضو حاطين ماده دهنيه مظبوطه. بحط برضو شويه لبن كده بعد ما حطيت كوبايه الميه الاولانيه، فهي هتاخد معايا كمان نص كوبايه من اللبن. يبقى كده خدت حوالي 8 كوبايات، 7.5 او 8 كوبايات. يعني كل كيلو دقيق هياخد كوبايتين ونص معاك. يعني انا حطيت 2 في الاول مع الخميرة، وبعدين رجعت حطيت 3 كوبايات من اللبن يبقى 5، وكوباية مية يبقى 6، وكوباية لبن يبقى 7 كوبايات. يعني حوالي كوبايتين او كوبايتين وربع من المادة الدهن من السوائل معاكي في الكيلو الواحد، وكوباية برضو او كوباية وشوية لو هتعملي نص كيلو. يبقى كده تمام. انت برضو وانت بتعجني هتعرفي هي بتاخد معاكي قد ايه، لان كل عجين كل دقيق طبعا بيختلف عن الدقيق التاني. انت ممكن تكوني بتستخدمي دقيق ياخد معاكي سوائل اكتر مني، او انا بستخدم دقيق ياخد سوائل اكتر، حسب نوع الدقيق اللي احنا بنستخدمه. وطبعا انت دلوقتي اهي هتجربي حتة كده هتلاقيها ناعمة وبالطريقة دي وما فيهاش اي عرق خالص اهي. هتبقى ناجحة معاكي وفي منتهى الجمال طبعا. وبتعرفي ان العجينة خلصت ونجحت معاكي لما تلاقي الحاجة اللي انت بتعجني فيها كده نطفت، ما فيهاش اي دقيق خالص ولا اي عجين، وايديكي برضو في نفس الوقت نطفت كده. وهتطلع معاكي بقى العجينة بالشكل ده، تعرف انها ناجحة. بنغطيها وهنشتغل فيها بس على طول، هنسيبها ترتاح 10 دقايق بس مش اكتر، وهنبدأ نشتغل فيها ان شاء الله ونقطعها. تمام كده خلاص. هنبدأ بقى اهوت. سبتها 10 دقايق بس، وهبدأ اخد قطعة عشان اشتغل فيها واقطعها معاكم. لكن والبقية العجين برضو لازم يبقى متغطي، يعني بتغطي العجين بكيس بلاستيك كده، وتبدأي تشتغلي قطعة بقطعة علشان العجينة ما تنشفش معاكي او
تعمل وش قشرة كده على الوش، فلازم تبقى متغطية. هناخد القطعة ونعملها كده رولات ونغطيها برضو 10 دقايق كده ترتاح، ونبدأ بقى نقطع. هوريكم كذا تقطيعة عشان برضو تسهل معاكي، لو انت حتى هتعملي 3 كيلو او اكتر من 3 كيلو هيتقطعوا معاكي في منتهى السهولة. بتاخدي الرول كده تروليه كده على الرخامة او اي حاجة، ونبططه بايدينا زي ما انت شايفة كده، او بالنشابة. بتجيبي نشابة برضو وتفردي بيها عشان ما تعملش برضو ايديكي علامة فيها كده، او لو حابة يعني لو بايديكي او بالنشابة زي ما تحبي هتطلع معاكي. لما دام انت سايباها مرتاحة شوية خلاص تطلع معاكي مظبوطة. لو انت حابة تحطي سمسم بتحطي شوية سمسم على الوش كده برضو، تضغطي عليهم عشان يمسكوا في العجين. لو مش حابة سمسم خالص وهتعمليها سادة من غير سمسم تمام برضو. وتفردي برضو شوية كده بالنشابة، وتجيبي سكينة وتبدأي تساوي الحروف وتقطعيها بقى التقطيعة اللي انت حباها. بعد ما تساوي الحروف كده بتقطعيها التقطيعة اللي انت عايزاها، عريضة او رفيعة شوية حسب ما تحبي. تقطعيها كلها. طبعا احنا عايزينها سمك برضو، مش رفيعة اوي ولا تخينة اوي، بتعمليها سمك كده يعني نص سنتي ولا حاجة. وبتجيبي بقى الصاج او الصينيه اللي هترصي فيها، وتبداي ترصي بقى زي ما انت شايفه كده. احنا عايزينها سمكها بالشكل ده. وترصي بقى كل اللي انت قطعتيه ده في الصاج او الصينيه اللي هتسوي فيها. وهنبتدي نقطع برضو مع بعض قطعه تانية عشان برضو نبقى مع بعض واحده واحده. هجيب بقى قطعه برضو نلفها رول كده بنفس الطريقه، ونفردها بنفس طريقة الفرد سواء بايدينا او بالنشابة. انا عايزة اوريكي برضو كم مرة كده علشان برضو نبقى مع بعض في الخطوات، لان انا مش هعمل كل كمية العجين بتاعتي قدامكم. فانا هوريكي كذا تقطيعة كده وبعدين هبقى اكمل كل الكمية بتاعتي طبعا علشان ما اطولش عليكم الفيديو. بنقطعها برضو نفس التقطيعة ونرصها في الصينية بتاعتنا. وهوريكي برضو طريقة تانية للتقطيع دلوقتي عشان يبقى عندك كذا طريقة واللي اسهل لك تعمليها، وان شاء الله تخلصي اي كمية انت عاملاها في منتهى البساطة. يعني الكيلو مش هياخد معاكي فرد اكتر من 10 دقايق او اقل من 10 دقايق كمان. ولو حابة تعملي 3 كيلو زي او حتى تعملي 5 او اكتر برضو مش هياخدوا معاكي وقت خالص في الفرد ولا التقطيع. خلاص تمام كده. انا عملت معاكم دلوقتي طريقة للفرد، وهعمل معاكم طريقة تانية زي ما قلت لكم هتبقى اسهل معاكي برضو في الفرد والتقطيع. هتعملي كده تجيبي 3 قطع برضو من العجين، وتقطعيهم رولات جنب بعض كده، وتفرديهم كلهم جنب بعض برضو بايديكي وبعدين بالنشابة. وتساوي بنفس طريقة التسوية، حتى لو لزقوا في بعض ما تخافيش، انت طبعا هتساوي بالسكينة. وبعد ما تساويهم بالسكينة برضو تروحي مقطعاهم نفس التقطيعة صوابع زي ما انت حابة، عريضة او رفيعة، وبترصيهم برضو في الصاج او في الصينية بتاعتك. طبعا اللي بيطلع معانا من التسوية ده احنا بنرجع نعمله رول تاني، ونسيبه برضو يرفع على جنب شوية ونبدأ نقطعه نفس التقطيعة، مش هيجراله اي حاجة. بس طبعا لازم بعد ما تعمليه رول تسيبيه يرتاح وعشان يبقى سهل معاكي في الفرد. كده برضو طريقة تانية للتقطيع، هتجيبي قطعة كبيرة من العجين وهتفرديها زي الفطيرة كده فرد كبير، وبرضو تساوي حروفها وتقطعيها نفس التقطيع، تحط لها سمسم وتفرديها بالنشابة زي ما انت شايفة كده. وبعد ما تسويها بتقطعيها بالطول حوالي 3 قطع بالطول كده. وبعد كده ترجعي تقطعيها بقى بالعرض القطع اللي انت عايزاها، او صوابع القراقيش اللي انت عايزاها حسب الحجم اللي انت حباه برضو. دي طريقة برضو جميلة جدا وسهلة اهي، وهتسهل معاكي التقطيع وهيطلع معاكي سهل وسريع ومش هتاخدي وقت خالص فيه. تمام كده. قلتلك كذا طريقة للتقطيع. بتجهزي طبعا كل القراقيش بتاعتك حسب كمية العجين اللي انت عجناها يعني في الصواني او في الصاجات. وبتسيبيها تخمر كويس جدا. يعني لو انت في الشتاء طبعا هتبقى محتاجة خمر كتير، بتسيبيها تخمر كويس جدا عشان تطلع معاكي ناجحة برضو هشة. ولو انت في الصيف برضو بتسيبيها يعني مش اكتر من ساعة كده، لكن احنا طبعا عشان دلوقتي احنا في الشتاء فهنسيبها براحتها، ممكن تاخد اكتر من ساعتين، يعني ساعتين او اكتر حسب حرارة الجو اللي في البيت عندك. بتسيبيها بقى تخمر كويس جدا، وبتولعي الفرن وبتسويها على نار هادية مش عالية قوي ولا هادية قوي قوي، بس تكون هادية شوية علشان تطلع معاكي برضو مقرمشة وفي منتهى الجمال. زي ما انت شايفة كده انا ولعت الفرن بتاعي
بس كنت مسخناه قبل كده، وبعدين ههديه بقى شويه وهدخل بالصينيه بتاعتي كده احطها، بس لازم يكون الفرن سخن كويس جدا. وطبعا بنلف الصينيه عشان تحمر من كل الجناب، وتطلع معاكي لونها حلو قوي، تخليها طبعا من تحت ومن فوق لونها كويس. ولو انت ما عندكيش فرن غاز، برضو ممكن تشغلي فرن البوتاجاز بتاعك، وتشغلي الشواية والفرن مع بعض، وتحطيهم على الشبكة اللي في النص، وهتطلع معاكي بنفس النتيجة. ولو انت عندك فرن البوتاجاز بتاعك ما بيشتغلش فوق وتحت مع بعض، بتشغلي الفرن من تحت لحد ما القراقيش بتاعتك تاخد لون، وبعد كده بتشغلي الشواية من فوق وتديها لون برضو من فوق، وهتطلع معاكي نفس النتيجة سواء في الفرن الغاز او في فرن البوتاجاز. هيطلع معاكي ان شاء الله نفس القراقيش ونفس النتيجة بنفس الشكل زي ما انت شايفة كده. هي نفس اللون ونفس النتيجة، بس اهم حاجة ما توقفيش على حاجة. سواء عندك فرن غاز او فرن بوتاجاز، اعملي القراقيش وان شاء الله تطلع معاكي في منتهى الجمال، وناجحة جدا، وهشة من جوه، وخفيفة، ومقرمشة كمان من بره. امشي بس على الخطوات اللي انا قلتها لك واحدة واحدة، وبإذن الله هتطلع معاكي ناجحة وفي منتهى الجمال زي ما انت شايفاها كده. وبعدين بقى زي ما قلتلك، انت حابة تعملي نص كيلو او ربع كيلو، حتى كوبايتين او 4 كوبايات اللي هم نص كيلو، او 8 كوبايات اللي هو كيلو. بتقسيم المقادير اللي انا قلتها لك حسب الكمية اللي انت عايزاها، وبتظبطيها وتطلع معاكي في منتهى الجمال. حتى لو انت اول مرة تعمليها تطلع معاكي حلوة قوي زي ما انت شايفة كده. طبعا كلها خير وبركة، وكمية كويسة جدا، احلى بكتير واوفر بكتير جدا طبعا من الافران. لو انت بقى حابة تعملي برضو قراقيش وتحشيها، ممكن تحشيها عجوة او تحشيها ملبن، هتعجنيها بنفس طريقة العجين، وتعملي الحشوة اللي انت حباها، وبرضو النتيجة تطلع معاكي جميلة جدا زي ما انت شايفة كده. حاجة في منتهى الجمال، طبعا موفرة وجميلة، وريحتها مالية الدنيا، وهشة وخفيفة ومقرمشة في نفس الوقت. يعني مش قادرة اوصفلك على جمالها ولا حلاوها ولا حلاوتها. يا رب بقى تعجبك وتجربيها ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسينيش باللايك والسبسكرايب، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك وصفاتي اول باول. ونعمل مشاركة للفيديو عشان الوصفة توصل لكل حبايبنا، والكل يجربها، وبألف هنا وشفا مقدما للجميع. واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.